ليه محدش قال لي على الأداة دي من زمان وخلاني أحرق وقت ومجهود على الفاضي؟ كنت بستخدم شات جي بي تي في البحث والكتابة الاحترافية والإجابة على أي سؤال يخطر في بالي. كنت بدفع حوالي $200 في الشهر. أيوة، $200. لكن دلوقتي استبدلته بالكامل بديب سيك اي اي، نفس القدرات تقريبا، نفس الاستخدامات، بس الفرق الكبير انه مجاني تماما. وبالنسبة لتوليد الصور بالذكاء الاصطناعي كنت بستخدم ميدجيرني ب $60 شهريا، لكن دلوقتي بقيت بستخدم ليوناردو اي اي، نفس الجودة تقريبا وببلاش تماما. ولما كنت بعوز احول النص لصوت باي لغة او اي لهجة تقريبا كنت معتمد على 11 لابس، واللي كان بيكلفني حوالي $99 في الشهر. بس دلوقتي سبيتشما نفس الأداة تقريبا وبدون أي تكلفة. ولما كنت بعوز أعمل موسيقى حصرية بالذكاء الاصطناعي كنت بدفع $54 شهريا في آيفا، لكن النهاردة بستخدم سونو اي اي، موسيقى مسهلة ومجانا كمان. حتى البرزنتيشن اللي كنت بعملها في ثواني باستخدام توم اي اي استبدلتها بجاما، نفس السرعة نفس الاحترافية لكن مجانا. لو عجبك النوع ده من المحتوى ما تنساش فولو لايك كومنت شير.